اسألك سؤال واظنك انك هتشوفه سؤال حلو، اللي هو ليه كل الشركات دي رغم الفلوس اللي معاها ورغم جيوش الباحثين اللي معاها، حرفيا جيوش، يعني انتروبيك دي عندها 4000 واحدة غير الباقي، ليه مش قادرين يعملوا حاجة لحد دلوقتي عملية بما فيه الكفاية؟ ان احنا بكل واسطة نسيبها تعمل شغل ونيجي نلاقي النتيجة من غير ما نصحح. ليه؟ يعني ازاي؟ وليه هما لحد دلوقتي ما يعني رغم وعودهم من كتير ان كل شوية احنا هنعمل حاجات قوية وتستبدل البني ادم ومش عارف ايه، وكل شوية طب ادونا سنتين، طب ادونا سنتين، سنتين وما بتخلصش. المهم خصوصا الاتنين دول. المهم خلينا بس نتكلم ليه. تعالى انا احكي لك قصة حلوة. دي ايه؟ دي روبوتك ارم، ما فيهاش اي حاجة خالص غير كده. دي مش ذكية خالص، احنا بس ما في predefined move احنا كاتبين كود بيحركها كل 5 ثواني. هيكون في سير ماشي كل 5 ثواني، هيكون في قطعة جديدة. كل اللي بتعمله انها بتجيب مسمار وبتحطه. جميل. دي هنا دي أداة للأوتوميشن، أداة أوتوميشن باختصار، ما فيهاش أي حاجة خالص غير إنها أداة أوتوميشن تاخد الحاجة مهمة وتنفذها. لكن في مشكلة واحدة بس. طب لو المسمار وقع في الأرض، أو المسمار وقع والسر عدى، مفيش أي فهم خالص أو حتى محاولة للفهم. كل بسطة هتكمل، كل بسطة فريق الجودة هيجي يلاقي نفسه قاعد وقت كتير في الآخر كده كده بيحاول بس شوف كل قطعة خارجة أكيد هي وفرت لنا وقت بالمسمار اللي هي عملته. ولكن ايه، احنا بقى عايزين نحط طب بقى لو في كاميرا هنا نتصرف موديل بكل واسطة وشوف لو المسمار ده وقع، لو وقع يوقف السير، يجيب مسمار تاني ويحطه، او يطلع قطعة دي او يعمل لها فلاج لرقمها هنا. طب الكلام اللي مش مفهوم ده انا ليه بحاول اقوله لسبب بسيط. البتاع ده دي اداة للاوتوميشن، يعني الاي اي بكل اختصار هو اداة اوتوميشن اقوى شوية. ليه؟ انه في كونتكست. ادوات الاوتوميشن القديمة كانت عامية بس مش اكتر. بس ايوه بس كده. بقى ايه بقى المشكلة لحد هنا؟ مفيش مشكلة، رغم ان هذا الشيء بيغلط ومن انه مفيد جدا. واحنا لما جينا بل على العكس تماما، هو ليه تاسك واحدة محددة، فمع الوقت بيزيد كفاءته لحد ما قدرنا نوصل ان اداة زي كده بوتك ارمز مثلا اللي بنشوفها في كل حتة في الصين بالذات، يعني في النت والكلام ده، بقت بتوصل الكبسة بتاعتها الارقام مرعبة جدا. يعني خلاص هي بتعمل الشغل خلاص، بقت يعتمد عليها. ليه تاسك واحدة؟ المشكلة باختصار لما جينا الشركات الكتير الحلوة اللي فوق دي قالوا طب طب حلو، احنا عندنا حاجات تقدر تعمل تاسك واحد، لا الكلام ده ما يلزمناش، احنا عايزين حاجة توصل لمستوى الانسان. طب ايه بقى المشكلة اللي هنا؟ مفيش تاسك محدد. طب ايوه انت عايز توصل لمستوى الانسان من ناحية ايه؟ الانسان بيفكر، دي هنرجع لها بعد دقيقة، بيتحرك وبيتكلم وبيبص وبيعمل حاجات كتير جدا. انت عايز من انهي ناحية؟ طب وبعد كده يعني فرضا احنا هنقول دلوقتي عشان بنتكلم على ال بيفكر بس. طب يعني ايه كلمة تفكير اصلا؟ تعال نفكر فيها. يعني ايه كلمة تفكير اصلا؟
سؤال صعب شوية. لا هو مش صعب، بس الإجابة مش في الحاجات دي خالص. وغير فوق كل ده اللي احنا كل ما بنزود كومبلكستي احنا بيكون الموضوع صعب علينا ان احنا نتحكم في الداتا اللي داخلة، لان نرتبها كويس، نشوف الداتا دي فعلا كويسة ولا لا. ده غير ان معمارية ترانسفورمرز مش بتحاكي التفكير الانسان اصلا بشكل دقيق باي شكل كان. احنا بنستعملها بسبب كلمة واحدة: it it scales well. كل ما حضرتك هترمي كمبيوت كل ما تلاقي موديل اقوى. ودي مشكلة اعتقادنا في الاول انها سهلة، ان هو عادي يعني ما الكمبيوت بيقوى مع الوقت، عادي هنفضل كده لحد ما نبقى عندنا نموذج خارق. والاجابة ان مش ده اللي حصل. احنا حاليا يعني عندنا مشاكل نوعا ما ان احنا نخلي الكمبيوتر اقوى بشكل ملحوظ في كل جيل جديد عن اللي قبله. ده غير ان المعمارية نفسها طلعت مشاكل. ده غير فكرة الجنراليتي دي مصيبة. الموديل اللي بيعمل كل حاجة، طب ايوه، طب ايه تعرفك عن كل حاجة؟ طب ما الحاجات دي عايزة زي نقطة محددة انا بعملها، انا هبقى بعملها كويس. احنا لو ضربنا موديل النهاردة ان هو يلعب شطرنج، بس كل مومنت في الحياة ان هو كده هو عارف يلعب شطرنج كويس جدا. طب لو جبنا ال ام ده بالمناسبة يعني تقدر تشوفه يعني الناس كانوا بيعملوا عليه ميمز من فترة، يلعب شيس الموديل الكبير العملاق كل بسيطة بيفشل. لا، بيفشل ان هو يكسب ناس مستوى متوسط ومبتدئ كمان. الموديل ده قادر يغلبهم بكل بساطة. ليه؟ طب ما معنى كده طب ما معنى كده التكنولوجيا مش وحش، معنى كده انها قادرة تعمل. لكن فكرة اللي احنا من نسعى انها تبقى جنرال، مش ان بشكل هي مش قادرة تعمله، دي مشكلة كبيرة. طبعا يعني الاي جي اي كل ده عشان احنا حملنا الاي جي اي الحاجة اللي بتعمل كل حاجة من غير ما احنا عندنا تعريف اصلا ايه هو كل حاجة ده. المهم يعني تعالى حاجة كمان، يعني المشكلة كمان ان احنا مش بنستعمل اي حاجة جديدة بعيدا. انا مش بتكلم عن دي شخبط عليها، ايا كانت اللي احنا مش بنعمل ريسيرش كفاية من اي حاجة جديدة بعد ترانسفورمرز، وهنفهم ده برضو اللي بعد دقيقة. وحتى اي ريسيرش بيطلع مش بناخده ان هو ليه، اللي هو محتاج تجربة كتير ومحتاج تعب دماغي. طبعا المعمارية دي موجودة وشغالة بالكوسي بتعمل حاجة. وبقى برضو ناحية اللي هو احنا ليه بقى بنعملش ريسيرش؟ ده لسبب بسيط خالص: اوبن اي اي وانتوبك بالذات هم عندهم مشكلتين رهيبين، واللي هو انا كل فلوس النهارده من المستثمرين وانا بخسر. فكرة الدورة دي بتاخد من 5 ل7 سنين غالبا. لا اعرف اظبط نفسي واطلع بمكسب، لا غالبا الناس دي مش بتديني فلوس بعدها وبفشل. طب المشكلة هنا ان من الناحية دي قصتنا بدأت من 2022 ودي بعدها على طول يعتبر 2023، يعني مطولناش. او 2024 مش متذكر قوي. انت لو بتلاحظ دي النهاردة واخد 4 سنين، داخل على 4 سنين، ودي مش بعدها يعني بكتير يعني. فاللي هو احنا بنقرب من الوقت واحنا مش حاسين، اللي هو احنا عايزين نكسب الاول بعدين نبقى نبص نكسب اهو نكسب، بعدين نبقى بنعمل ريسيرش وبنطور بعد ما احنا متأكدين ان احنا موجودين، يعني مش هنمشي. فكرة نفسية ان ده اسلوب فاشل مش هيوصلنا لأي حاجة. ان احنا وصلنا للليميتس النهاردة. انت في ليميتس معروفة للحاجات دي احنا وصلنا لها خلاص، على عكس مثلا جوجل
وديب سيك. انت ما بتلاحظش ان هم عندهم المشكلة دي، وتلاحظ ان هم مش مهتمين خصوصا جوجل هتخلي المودلز بتاعتها احسن حاجة في العالم. ما احنا مش عايزين نبقى ورا، عايزين بس كاتش الترند، بس احنا كده كده مهتمين بالريسيرش اكتر. كده ديب مايند بتنزل ريسيرش كل شوية. ديب سيك كده كده فاندد بليدج فاندز بتاعتهم، تمام. اللي هو ديب سيك اساسا يعتبر ريسيرش لابس بتاعتها مش اكتر. فاللي هو احنا مش متضايقين يعني مفيش مشكلة ان احنا نعمل ريسيرش وبتاع، عشان كده بتلاقيهم تأملوا شوية في الريسيرش بالذات عشان الريسورسز عشان الفكرة دي. لما تيجي للاتنين دول اللي هم اكبر اتنين حاليا مكتسحين، وبيعافر عشان يوصل لما ما قعش. طبعا بقى في الاخر احنا هنشوف الخناقة دي هترسى على ايه يعني. وبس ده رد على السؤال ليه الحاجات دي واصلة رغم كل ده، ومن الفلوس دي المستوى سيء جدا في الخطأ. ليه لسه بيكلفوا فلوس بالعبيط رغم انهم مفهومش اي نفع حقيقي نسبة 100% لحد دلوقتي. وباختصار لحد دلوقتي فكرة انها اداة اوتوميشن. اداة اوتوميشن جينا دلوقتي، الاوتوميشن موجودة من قبل الاي اي. جينا خلينا اي اي بيعمل شغل اداة الاوتوميشن لكن مع شوية كونتكست زيادة. لكن بسبب اللي احنا جينا قررنا ايه ده احنا هنخليه بيعمل كل حاجة، وقعنا خالص. ان احنا معندناش تعريف عن كل حاجة اصلا ده ايه، وغير ان الشركات دي مش بتعمل ريسيرش، هي بتسكيل كل موديل جديد. سكيل 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 الريسيرش بتاعهم بسيط جدا جدا يعني. بس مع السلامة.